أسعد الله مساءكم بكل خير. إزيكم؟ بدأ الأمر في نوفمبر 2024 بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة في عقود الإيجار القديم. عقود الإيجار القديم الذي تم تناولها والتحدث عن نظام القانون والإيجارات القديمة عقب السنين، تم إثارة الجدل في هذا الأمر في عهد الرئيس مبارك، وتم إثارة هذا الموضوع من قبل الرئيس السيسي شخصيا من قبل 3 سنوات. شاهدت فيديو في الحقيقة الرئيس بيتكلم عن المسألة دي، وبيتكلم عن حق الملكية، وبيتكلم عن إن لازم يبقى فيه توازن في هذه العلاقة. وبعدين والرئيس وهو بيتكلم وجد في تخوف من الناس، فقال لهم ما تخافوش، المسألة مش هتتاخد وراح عامل بإيده كده، يعني مش هيبقى فيه صدام مع الناس في الموضوع، هيتحل بشكل هادئ. ثم تحول القانون دون، اتبعت قعد آه، مع الحكومة 6 شهور. 6 شهور، لأن احنا اكتشفنا بعد كده إن المحكمة الدستورية العليا من ضمن العقوبات اللي ممكن توقعها على مجلس الشعب أو البرلمان في حالة إصدار قانون هو يعني بوضوح الشمس إن هو بينافي أحكامها والدستور. بالعقوبة اللي ممكن تنزلها المحكمة الدستورية العليا هي حل مجلس الشعب. ولذلك رأينا إن الحكومة أخذت القانون، قعدته في حوزتها حوالي 6 شهور. قانون شغال بقاله 105 سنة، في عظمة، في عبق، تحول بعض أشياء إلى عرف في المجتمع. أعطته الحكومة لمجلس الشعب ليتم تناوله في شهرين. كان هيرفع المجلس في شهر 7 وخلاص، مجلس الشعب أمامه شهرين. جت التوجيهات، طبعا القانون نفسه تم صياغته بشكل ركيك، واللي علق على كده رئيس مجلس الشعب قال إن في قوانين كتيرة جت بتحمل عوار قانوني ودستوري، وإن هم تعبوا من المسألة دي، وإن دي مش أول مرة القانون يجي في مشاكل. وتم إرسال القانون من الحكومة بشكله ده اللي طلع في الآخر بدون تغيير حرف من البرلمان للبرلمان. تم نقاش في شهرين، أصدرت التوجيهات والتعليمات بنقاش مجتمعي عريض حول هذا القانون الذي سوف يمس الملايين، ونقاشات وسجالات وجدالات، برامج تلفزيونية. يعني مفيش مذيع توك شو ولا برنامج مشهور في البلد ولا سوشيال ميديا ولا إعلام وقنوات لم يتناول اللقطة الشهيرة بتاعت ممثلين المستأجرين وممثلين الملاك، والخناقة الشهيرة بتاعت كل برنامج وكل مرة، وأحاديث كثيرة، ولجان استماع في مجلس الشعب. كل ما يمكن أن يقال قد قيل، وإن إن العلاقة دي بقالها 105 سنة، والناس دافعة فلوس ودافعة خلوات ومشطبة الشقق واخداها على طوب الأحمر، وفي مبالغ كبيرة نقدية اتاخدت، وفي والمستثمر اللي اتفق مع الدولة يبني خد حق الوحدة كذا مرة. ومع ذلك القانون خرج كما أدخل بالتمام والكمال، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. وفي مناقشات البرلمان 3 أيام من المناقشات وجدنا 4 أو 5 أشخاص اللي هم المعارضة اللي موجودة جوه البرلمان، 600 مقعد. أنا مش عارف ترتيبتهم إيه بالظبط جوه البرلمان، ولكن الحزبين
اللي هم الجداد دول، او يمكن متابعيتي انا اللي بسيطة، اللي هو مش عارف ايه وطن وايه برضو وطن، دول هم الاغلبية. ما شفتش غير رئيسهم اتكلم مرة، وتلات او اربع مستقلين معارضة ثاروا وجالوا وقالوا بصراحة كانت ملحمة، لدرجة إن تاني يوم في المناقشات مجلس الشعب كله وقف يسقف لما رئيس مجلس الشعب قال للحكومة إن جيتك مش جاهزة والقانون مش مظبوط يعني ما قالش مش مظبوط، بس يعني أبدى تحفظه على شوية حاجات. طيب، وقال إن تالت يوم كل وسائل الإعلام تحضر، لأن هيبقى في حاجة سوبر. دعا كل وسائل الإعلام وقال بكرة نكمل النقاش. فأول يوم لم يصدر، الناس كلها كانت مترقبة وقاعدة سخنة، لم يصدر القانون، مناقشات. تاني يوم معارضين وممثلين حقيقيين يشعرون بنبض الشعب وما يشعر وما يريد أن يقول. تالت يوم صباحا بشكل مفاجئ نوقش القانون، والبيانات أحضرت. طبعا لم تحضر بيانات أو شيء، لأن البيانات أصلا ما كانتش جاهزة، ولكن يعني طوال شهور، 6 شهور أو شهر وبعديها شهرين بيناقش في مجلس الشعب، لم يحضر بيانات. في هذه الليلة يعني البيانات جمعت أكيد ما، ولكن الحكومة تعهدت تعهد أنها سوف آه، تجد إسكان بديل للمهجرين من الإيجار القديم. المشكلة اللي هي قيلت إن فيها لمدة من 2016، من 2009 ل 2016، اللي هم ال7 سنين اللي نزل فيهم عدد الوحدات 1,000,000 وحدة. والمفروض إن القضية دي كانت بتحل نفسيها، يعني لما هم كانوا 2,600,000 ونزل 1,000,000 وحدة واتبقى 1,800,000، فالمفترض إن هي كانت كمان 10 سنوات هتنزل كمان 1,000,000، هتبقى القضية أصلا بتحل نفسيها. ولكن إحنا دلوقتي مضطرين إن إحنا نتعامل مع هذا القانون، لأن إحنا فجأة افتكرنا حقوق الملكية المهدرة، وفي نفس الوقت العماير بتقع، البلد بتقع، عماير كتيرة بتقع، مع إن أنا مش يعني العماير اللي يعني ما سمعتش عن حي مدينة نصر اتبنى في السبعينات، ها، حي الدقي، حي الزمالك، حي المهندسين، حي الهرم، حي فيصل، حي العجوزة، حي مصر الجديدة. أنا ما بسمعش عن عماير بتقع. ممكن في اسكندرية، لأن أصلا اسكندرية مستوى الرطوبة فيها، مواد البناء اللي بتستخدم غير مطابقة للجو والرطوبة وكمية الإعياء اللي بيحدث للمبنى من الرطوبة العالية بسبب وجود البحر طبعا. ولكن اللي اتقال إن العماير بتسقط ولازم ننقذ الناس، إن إحنا نهجرهم، يعني مش إن إحنا نرمم البناء، لأ، نهجرهم. طبعا في وشوش كانت وشوش شهيرة في هذا الأمر، أولهم النائب عطية الفيومي، اللي هو كان رئيس هيئة الإسكان في مجلس الشعب، اللي هو دي أول لجنة وافقت على مشروع القانون وقدمته. ولما كانت مذيعة بتسأله قبل والقانون بيناقش قبل ما يقر، وهل القانون ده يحل الأمور، قال لها نأمل. يعني هو كان نفسه إن القانون ده مع إن هو مش من الحكومة، هو من البرلمان، إن هو يمرر. رجع بعد كده طبعا هو ووزير الشؤون النيابية المستشار محمد فوزي أو محمود فوزي، هما الوجهين اللي احنا شفناهم في مجلس الشعب. والوجه الآخر اللي بعد كده اتكلم في الموضوع هو السيد رئيس الوزراء. السيد عطية الفيومي كانت مذيعة بتسأله بتقول له
طب حضرتك يعني في حين صدور القانون يحصل بلبلة في البلد وفتنة وكذا، فبيقول لها لا، يعني كان رده ان الموضوع هيتنسي في اسبوع. فانا حابب اقول له الحقيقة، يعني مع كل نظرة بني ادم عايش في ايجار قديم، ان كان مستأجر اصلي، الكلمة الجديدة اللي هي عكسها او اقل منها مستأجر تايواني. فبقى في مصر مصريين اصلي وتايواني. المستأجر الاصلي الكلمة الجديدة اللي حصلت دي، كل مستأجر اصلي بيبص على اولاده، وكل مستأجر تايواني بيبص على اطفاله. بيتذكر حضرتك، وبيتذكر البرلمان، وبيتذكر القانون، وبيتذكر الحكومة، وبيتذكر السيد رئيس الوزراء، وبيتذكر ان الرئيس اقر هذا القانون. فحضرتك بتقول ان القانون ده هيتنسي في اسبوع، او الناس هتهدأ وتنسى زي الاراضي الزراعية وزي مش عارف ايه، واستشهدت بكذا حاجة. فانا اختلف معاك، لان الكلام ده مش هيحصل، مستحيل. مع كل بصة انسان لطفله بيتذكر التشرد والضياع اللي هو هيبقى فيه. المستشار محمود فوزي الحقيقة اتكلم كتير عن حاجات كتير، وهو كان الوجه اللبق. طبعا هو واضح من أسلوبه إن هو حد من عائلة كريمة، ابن ناس. آه، كان مكلفه السيد رئيس الوزراء بتصدي المشهد، وواضح إن هو كان مبسوط منه بعد إقرار القانون، آه، من خلال التقديمة الجميلة اللي هو قدمه بيها. آه، إن هو كان يتلو علينا ما حدث وما سوف يحدث في هذا الشأن. فالحقيقة أنا كنت حابب نستمع مع بعض لحاجة كده عايز أشير إليها في تعهدات الحكومة وتعهد السيد وزير الشؤون النيابية. كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من يوم 31 يناير 96 31 يناير 96 لا تخضع لأحكام هذا القانون. بمعنى إن عقد الإيجار اللي أبرم يوم 31 يناير 96 أو بعدها، مهما كانت مدته، مهما كانت القيمة الإيجارية بتاعته، فهي سارية والعقد شريعة المتعاقدين، ولا تخضع لأحكام القانون اللي احنا هنشرحه دلوقتي. 2. العقود التي أبرمت من 31 يناير 96 تخضع للقاعدة الرئيسية في الفقه القانوني العام في الوجود، أن العقد شريعة المتعاقدين. أما عقود مصر، ما خلينا نقول مصر بقى، ما هو قبل قانون 96 دون، القوانين اللي قبليه كلها المنظمة لعلاقات المالك بالمستأجر، ما دي قوانين مصر، ودول المصريين آبائنا وأجدادنا وإخواتنا كبار حتى في التسعينات. فهذه العقود لا تخضع للعقد شريعة المتعاقدين. الرضائية اللي في العقد، المراكز القانونية التي شكلت، قانون الدولة الذي عمل به، حقوق الناس، الأموال التي دفعت، كل هذا يعني إيه الدولة من حقها إنها تغيره، ولكن العقد شريعة المتعاقدين في القانون الجديد فقط. سيادة المستشار كمان قال في جلسته مع رئيس الوزراء، وأكد في الجلسة الختامية بتاعت مجلس الشعب أن المستأجر الأصلي له أحقية في الشقق، وأن ما دون ذلك اللي هم تلتين أو تلات أرباع عدد الوحدات في مصر الإيجار القديم له أولوية. امبارح في لقائه مع اكسترا نيوز، ده كان قوله وهو بيتكلم عن المستأجر الأصلي بعد ما قال إن هو ليه أحقية. ممكن يكون اتلخبط، مش عارف. طيب، طبعا موضوع مهم وموضوع هيحتاج ان احنا نتكلم فيه بالتفصيل.
لكن اللي أقدر أقوله مبدئيا وفي إطار عام إن الحكومة لن تسمح ولن ترضى، ومن غير المقبول من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إن يضار مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم. ده رقم واحد، ده الإطار العام. رقم اتنين، وأنا بقول لحضرتك دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة. بمعنى احنا في قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات. نعم. وسيتم تحرير العلاقة في الوحدات السكنية بعد 7 سنوات. أولا هناك مدة طويلة مش مدة قصيرة. رقم واحد، المدة دي قبل ما هتنتهي بفترة طويلة جدا هتكون تم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات اللي حضرتك قلتيها. ويمكن جدية الحكومة واضحة جدا في سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون. واخدين بالنا كله خلص في شهرين بالتفصيل بالقانون بكله. الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، الأولوية لكبار السن، الأولوية للفئات الأولى بالرعاية. كل دول هيبقى لهم يعني أولوية. يمكن أنا هتكلم كمان شوية عن يعني كيف وصلنا لهذه المرحلة في هذا القانون تحديدا. لكن المستأجر الأصلي له أولوية مش أحقية. الوزير اللي بيمثل مصر والحكومة يا ترى اتلخبط؟ يا ترى هو اتلخبط بعد ما اتحطت في القانون أحقية رجعت تاني لأولوية؟ الحقيقة كبار السن الأولى بالرعاية، فئات حتى المستأجرين بيقسموا، يعني مش عايزين يتعاملوا معاهم لأنهم حاجة واحدة. طب وولاد كبار السن والأسر الامتدادات اللي هم مليون أسرة في مصر، هم 15 مليون مواطن، والتجاري دول كلهم لن يعوضوا. التجاري لن يعوض بشيء، والسكني الأرامل، اليتامى، الامتدادات اللي عاملين أسر برضو عندهم أربعينات وخمسينات دلوقتي، دول كلهم مش أولى بالرعاية. هم دلوقتي عايزين يشوفوا الأولى بالرعاية. عندهم أصلا 238 ألف وحدة اللي هم ربع ما تحتاج إليه مصر حتى تزوج شبابها. فبيقول إن إحنا خلال ال7 سنين هنبني علشان خاطر نسكن الناس اللي هم أصلا ساكنين دلوقتي، عشان خاطر حق الملكية، حفاظا على حقوق الملكية. مش عارف للملك الجديد ولا للورثة. حق الملكية ده يعني الدولة استفاقت على حبها لحق الملكية اللي هو أصلا كان بعد 10 سنين قضية الإيجار القديمة تنتهي، فالدولة افتكرت حق الملكية دلوقتي بعد 30 40 50 60 سنة من سريان قوانين كانت سارية في العالم كله. يعني كل شوية حد يقول لنا أسبانيا كان بيحصل فيها إيه، لبنان حصل فيها إيه، دول كتيرة غيرنا معظمهم القانون اتلغى. بالنسبة بقى للجان اللي اتعملت والبنود، طبعا النقاط معمولين عشان كلنا بقى النقاط هي عبارة عن ايه، 100 نقطة متقسمين لكل عقار. طب ايه، ونقعد بقى 3 شهور يتمدوا 3 شهور وبتاع، البروفة التجريبية التمهيدية عشان كلنا ندفع ال 250. يعني بنتاخد على الهادي كده، يعني بعدين تدفع 4000 لو واحد 200 جنيه في حتة اتقال إنها مميزة هيدفع 4000، هيتاخد الأول كده على الهادي 250 جنيه، ونتشغل كلنا في مسألة اللجان. هل يا ترى هتقول على الزمالك منطقة مميزة ولا لأ؟ وهل يا ترى بولاقة هتطلع متوسطة ولا مميزة ولا اقتصادية؟ شيء يعني هزلي والله. يعني من يحكمون مصر؟ الحكومة مش عارفة مناطق مصر متوسطة ولا راقية؟
سياحية؟ ده موجود في رخص البناء، ولا اقتصادية شعبية؟ ده مبهم. فهتنزل لجان بقى هتكون من كل محافظة، وبعدين قالوا مش بالعمارة بقى، ده بالمنطقة. يعني مناطق مصر غير معلومة لل- للحكومة التي تدير مصر، تصنيفها ايه. واللجان دي بقى يا جماعة هتقيم على عمر العقار، على مساحة الشقق. لا، كل الحاجات اللي ليها لازمة في التقييم مش موجودة في ال100 نقطة. موجود في ال100 نقطة دي هل طوب لبني، ولا اللي هو بيتبني بيه في 1911 في القرى، ولا طوب أحمر. هل هي فيها شجر في الشارع ولا لأ، عرض الشارع كام، مش عارف إيه. والمنطقة الواحدة ممكن يبقى فيها أكتر من تصنيف. يعني الزمالك ممكن يبقى فيها 3 تصنيفات مثلا. محدش فاهم حاجة. هو يعني غلوش غلوش على موضوع القانون أصلا، علشان خاطر كلنا يعني نروح نقعد نفكر بقى في اللجان والتقييمات والنقاط، وهندفع كام، وهنطرد امتى. طولت قوي عليكم يا جماعة. اللجان ده ليها فيديو تاني نتكلم فيه عن الحاجات الرئيسية المهمة الأساسية اللي اللجان هتعتمد فيها إنها تقيم. وموضوع القرابة، إن إزاي ما يكونش فيه قريب لأي حد في اللجنة في المنطقة دي، عشان ما يحصلش فيه فساد أو مجاملات أو أي حاجة أو رشاوي ولكن الله يا مصر.